السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم أعزائي مشاهدين قناة أميرات المطبخ. اليوم جيتكم بوصفة من سلسلة حلويات العيد الفطر إن شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم بهذا الجاتو يعني خفيف وبرستيج، يعني باش تقدموا في سنيتكم تاع العيد. نروحوا للمقادير. لهنا عندي زبدة قيمتها 125 غرام، ونزيد لها نص كاس تاع سكر كلاص، ونها بالباتر. نضرب هادو المكونات للزوج في بعضهم كيما راكم تشوفوا حتى تولي لنا كون كريم كيما لا كريم هكا. بعد ما نوصل للقوام تاعو هذا اللي كيما هكا، نزيد عليه صفار بيضه ونخلط، ونزيد عليه 2 مغارف تاع كاكاو. لازم تخيروا النوعيه تاع الكاكاو تكون مليحه، ونضربو بالباتر حتى تطلع لنا هكا. ومن بعد نبدا نزيد لهنا في الفرينه بشويه. لهنا الفرينه ما عنديش كيل كيما نقولوا، عينكم ميزانكم، يعني ضيفوا بشويه الفرينه حبه حبه. كيما قلت لكم الفرينه لهنا ما عنديش كميه كم محدده، نتوما زيدوا بشويه حتى تحصلوا على القوام زي العجينه تولي هكا، يعني طريه وماهيش يابسه. ولهنا كيما راكم تشوفوا العجينه تاعي لميزه، يعني كورتها. ولهنا جبت 2 شكاير هادو اليمونتير، يعني ولا شكاير اللي كيما نشريو الخطفه تاع برا تاني، هادو نخبيوهم نحتاجهم الحوايج كيما هكا. سنو شكاير تاع كونجيلاسيون ثاني تقدر تخدموا بها هكا. نحط كيما نقولوا الشكاير الاولى، ونزيد نحط العجينه، ونزيد نكملها بالعجينه الثانيه. سينو تقدروا في بلاصه هذا الشكاره ديروا بابي كويسون كيما شفتوا. انا كنت طرحتها بالقناط العجينه تاعي، يعني الهدف من هذه الورقه ولا الشكاره ما تخليهاش تلصق، وعمليه او ميم طون. لهنا كيما راكم تشوفوا كنت طرحت العجينه تاعي ماهيش خشينه وماهيش رقيقه خلاص، يعني تكون في هكا متوسطه. وجبت لي مول هادو تاع الحديد وحطيت على العجينه وقصيت ثم على حساب المول هذا كيما راكم تشوفوا. ولهنا راني نحيف الزوائد هذوك، يعني نزحف في السيجار تاعي، لازم يجي هكا. وكيما شفتوني من قبيل يعني تبعوا برك الخطوات تاعي وكيفاش خدمت، راح ينجح لكم السيجار هذا. وبنفس الطريقه اللي خدمت بها السيجار الاول نكمل بها الكميه تاع العجينه تاعي كامل كيما شفتوا. يعني تبعوا برك الطريقه تاعي راح تخرجوا دي سيجار من الشكل تاعهم يكون مليح كيما راكم تشوفوا. لهنا راني بالموس نحيف الزوائد هذوك، وهادو هما حبات تاع لي سيجار تاعي. هو قطع لي بزاف، بصح انا نعدت لكم برك هذه وحطيته في الفوق على درجه حراره تكون 160، يعني كل وحده والفوق تاعها، وتولهوا عليهم لا يتحرقوا. ولا هنا كانوا طابوا لي سيجار تاعي، يعني خليتهم حتى ما خليتهمش بردوا خلاص هما دافيين، وانا بديت نحي فيهم الليمون هادو، يعني وبشويه برك لا يتكسروا لكم. يعني كيما راكم تشوفوا لهنا لي سيجار تاعي راني وجدتهم، يعني وهذه العجينه خرجت لي كميه يعني ما عليهاش من لي سيجار كيما راكم تشوفوا. لهنا نروحوا للحشوه تاع لي سيجار تاعنا. لهنا عندي شويه تاع كاوكاو، شويه تاع لوز ولا جوز، عندي تاع لافوتين ثاني، عندي شوكولا تارتيني نوار، وعندي ثاني البيضه كيما راكم تشوفوا. لهنا بديت حطيت الكاوكاو تاعي، اني كل وحده ومقدوره وكل وحده واش تحب دير من داخل. انا كان عندي هادو حبيت نكمل بهم. حطيت المكونات تاعي الكاوكاو والجوز ولا اللوز واللافيتين مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. راني ميلونجي فيهم، ومن بعد زدت عليهم 2 مغارف تاع شوكولا تارتيني، كل وحده ولا مارك اللي تستعملها ثاني كيما راكم تشوفوا. لهنا راني نحاول اني نلم يعني كلش في بعضها كيما راكم تشوفوا. لهنا بعد ما لميتها بشوكولا نوار اني زدت عليها هذه الكريمه اللي بتوقع البندق كيما راكم تشوفوا ثاني،
وهاني ميلونجي في المكونات تاعي مع بعضها باش نبدا نحشي لي سيغار تاعي. لأنا جبت كيس حلواني كما راكم تشوفوا، واني نحط فيه هذيك الحشوه كما راكم تشوفوا البنات. يعني صدقوني جا بنين على الكيف، ميم لي سيغار جاو خفاف هكا. ولهنا راني نعمر بهذيك الحشوه لي سيغار كما راكم تشوفوا. نبدا من الجهه الاولى ومن بعد كيما تعمر لي نزيد من الجهه الثانيه، وهكا حتى نكمل لي سيغار تاعي كامل كيما راكم تشوفوا. لهنا كنت جبت شوكولا كلاصي وضفوبتها كما راكم تشوفوا، زدت عليها مغرف تاع زيت باش تعطيني لا بريونس. ولهنا جبت شويه كاوكاو، يعني رحيتو شويه خشين خليته ميلونجيتو مع الشوكولا تاعي باش نغلف به لي سيغار. بلا ما ننسى لي سيغار تاعي لازم نخليهم شويه يحكموا رواحهم ويبردوا في الفريجيدار باش نبدا في العمليه هذه تاع التغليف تاعهم كما راكم تشوفوا. ولهنا راني نكمل في الكامل تاع الكميه تاع لي سيغار تاعي بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. يعني كل وحده واش تحب اللي تحب تخليه هكا بلا كاوكاو يعني شوكولا برك تقدر تاني ويجي على الكيف. ونكملوا باقي الكميات تاع لي سيغار تاعنا بهذه الطريقه. وهذو لي سيغار تاعي بعد ما كملتهم كما راكم تشوفوا حطيتهم بردو وزينتهم بهذا الورد كما راكم تشوفوا، يعني جا على الكيف. وثاني زينتهم بهذه الكتيبه تاع عيد مبارك كما راكم تشوفوا. يعني صدقوني نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، راح تعجبكم بزاف بزاف في العيد. ما عليا نقولكم غير تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. بس تنساوش ديروا لي لايك واشتراك على القناه وتدعموني في لي كومونتير.